عشان أقدر أستثمر طاقتي في حاجات كتير أوي بتهدرها. أول حاجة فيهم الطلبات اللي زيادة عن احتمالاتي المادية أو احتمالاتي البدنية أو حتى احتمالاتي النفسية، ودي بتيجي من المقربين عشان خايف أرفض لهم طلب، عشان مش قادر أقول لهم لأ، عشان مش قادر أحط حدود واضحة وسليمة في حياتي ليهم، فبضطر إن أنا أقبل حاجات أنا مش قادر أقبلها، فده بيحسسني بعد كده إن أنا ضعيف، بيحسسني بضعف الثقة بالنفس، بيحسسني إن أنا مباح، بيحسسني إن أنا ماليش رأي، أو إن أنا عشان يحبوني لازم أعمل لهم حاجات كتير، وده بيهلكك نفسيا وكمان بيهلك وقتك وبيهلك مخططاتك وبيهلك حاجات كتير قوي. فعشان أقدر أوقف ده هنبتدي نعمل التمرين التالي. مين في حياتك بيستهلك طاقتك إن هو بيطلب منك طلبات كتير جدا أنت بتعملها غصب عنك حرفيا؟ هتبتدي تكتب الاسامي وهتبتدي تكتب ايه هي الطلبات، وابتدي لو انت في حد جاي يقول لك الكلام ده انت تنصحه بايه، واكتب النصايح دي واعمل بلان لنفسك ازاي تقدر تعملها. طيب لما افرد على نفسي الورق بالشكل ده هقدر افهم فعلا ايه اللي مضايقني، واقدر اقول لنفسي ان انا هحط انا لنفسي بلان ان انا مش هخسر اكتر من اللي بخسره. لازم تفهم اللي انت بتعمله للناس كتير ده مش بيحببهم فيك، بالعكس ده بيخليك مباح، بيخليك يستغلوك اكتر، واحتمال كمان تكون بتقلل من قيمتك وقيمة حبهم ليك. فانت لما تفرد الورق قدامك كده بالشكل المظبوط هتقدر تعمل بلان لنفسك وبالراحة تقدر تستثمر طاقتك وتعرف تقولهم لأ وازاي، وتقدر تحدد اولوياتك، ودي اهم حاجة. كما جزء